هي اللحظة اللي دخل فيها هاد بوألوان هذا بلا ما نسميو سميتو ما نكبروش ليه الشان، دخل واقتحم الملعب والناس كتلعب، ولكن يا سلام على الموقف ديال أمير قطر، يا سلام سلم يا سلام، هزو بطبيعة الحال بحال الحولي كيف ما كتشوفوا، وغادي يرميو يماه برا الملعب، ولكن ما غيكتفيش هنايا السلطات القطرية وما غيكتفيش هنا الأمير بأنه يخرجوا خارج الملعب، وإنما غادي يحكم عليه حكم اللي هو قاصح كيف ما كنقولها بالمغربية، المدة ديال 7 سنوات سجن نافذة باش يعطيه عبرة لأي واحد يزعم يدير بحال هكا. وهنا نخليكم مع أبو تريكة والرأي رجاء من ديالو. اللجنة المنظمة حصل دخول مشجع، مفيش تساهل، طبق القانون. ازاي؟ شكرا عبد العزيز. شكرا عبد العزيز، طبق القانون، مفيش تساهل. شكرا عبد العزيز. شكرا للجنة المنظمة طبق القانون. قوم اعزنا الله بالاسلام وبديننا، مش هنغير، تحط لي ايدك ما تحطليش ايدك، احترم نفسك انت وهو واحترم قوانين البلد. والوزيره وزيره الداخليه انت جاي تحت تتحايل على قانون البلد، اول واحده منوطه ان هي تلتزم بقانون البلد تضبط. انا الكلمتين دول كانوا في قلبي وحبيت اقولهم. احنا عندنا اعتزاز بديننا ومش هنتغير ومش هنتغير. قطر نقلتنا من حته دايما كنا مستضعفين فيها، دلوقتي انتوا اللي بتعترضوا علينا. فوده زي ما بيقول ابن خلدون، المغلوب مولع بتقليد الغالب. احنا كنا فتره من الفترات بنقلدكم، دلوقتي لا، الجيل الصغير وللاباء والامهات خلي بالكم من ولادكم، خلي بالكم من اجيالكم، خلي بالكم من ولادكم، خلي بالكم من اجيالكم. احنا طالما اعتزلنا بالاسلام وعاداتنا وتقاليدنا هنبقى فوق، هم اللي لازم يبقوا تحت. احنا بشر زيكم، ما تجيش تعلمني في بلدي او قوانين بلدي، احترم نفسك. اكيد هذا الكلام ديال ابو تريكه انا كنأكدو كذلك من جهتي. اي واحد دخل بلد اسلامي من جميع البلدان الاسلاميه خاصو يحترم القوانين ديالها والقواعد ديالها والدين ديالها، بوان، نقطه، والرجوع الى السطر. فهاد الشيء هو اللي خلى الغرب متفاجئ، زياده على ان ما اقتصرتش قطر على بس فرض القواعد ديالها الدينيه، وانما دارت يعني دعوة خاصة لأكبر داعية في العالم اللي هو ذاكر نايك، اللي هو أصلا يعني في يعني مبحوث عنه. فضربت عرض الحائط الرأي ديال الغرب، ودارت بما يمت للإسلام بصلة، أنها عيطات على أكبر داعية، وعلى يدو دخلت ما شاء الله تبارك الرحمن أكبر من 500 ألف يعني ناس دخلت الإسلام الحمد لله والشكر لله. لا، من قطر فاجأت الغرب من ناحية التنظيم، من ناحية الرأي، من ناحية الموقف ديالها الصارم تجاه أي واحد كيختل بالقوانين ديالها، من ناحية تبوت ديالها على الدين، تبوت ديالها على المواقف ديالها. صراحة علمات العالم كيفاش خاص الواحد يتصرف مع أي واحد منحط غير محترم يقلل من شأن أي بلد إسلامي، علماتهم كيفاش يتصرفوا معها. وغادي ان شاء الله الرحمن الرحيم ابتداء من الموقف ديال قطر غيولي اي بلد غربي يضرب 1000 حساب وحساب المجتمعات الاسلاميه. فهذا دليل. شوفوا معايا كيف ما كتشوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، راه خصكم تشوفوا يعني زياده على القواعد اللي فرضت كذلك الى منعت الخمور كذلك. وفيما مشيتي كتلقى تبارك الله الاحاديث النبويه، فيما مشيتي كتلقى القران ما شاء الله تبارك الرحمن. هاد الداعيه اللي سبق وذكرت يعني دائما وابدا في دروس مع الناس باش يعني كيحبب الاسلام، كيف راكم عارفين الطريقه ديالو بلا ما نحتاج نهضر عليه. اي واحد ما يمكنش يسمع ليه وما يتاثرش. فالحمد لله، اللهم انصر الاسلام فاللهم انصر الاسلام والمسلمين. وقبل ما نودعكم نخليكم مع احسن وافضل نشيد سمعتوا من هديه من المغاربه الفلسطينيين. لا نسمع فيك يا غزال،
يا